أهل غزة، اللهم كن عونا لأهل غزة. آواكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله. سامحونا، ربنا يغفر لنا تقصيرنا، ويا رب يا رب يرزقنا صلاة في الأقصى أو شهادة على أعتابه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي كسب بالبرونزية، وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية، واستعادة ثقة إمام عاشور، واستعادة ثقة حسين الشحات، واستعادة ثقة بيرسي تاو في أنفسهم. كسب إشادة العالم كله بمحمد الشناوي، كسب إعادة ثقة جمهور النادي الأهلي في مارسيل كولر. كمان النادي الأهلي كسب حاجة مهمة جدا، كسب إن جمهور النادي الأهلي بقى قادر يفهم إن اللي كان بيحصل قبل كأس العالم للأندية كان تحضير للبطولة. يعني كولر ما لعبش علي معلول بواجبات كاملة في عدد مباريات كتير في قبل البطولة دي. احمد نبيل كوكا ما لعبش محور ارتكاز ناحيه الشمال قصاد علي معلول كتير قبل البطوله دي. كولر كان بيريح علي معلول، وكان بيريح بيرسي تاو، وكان بيريح حسين الشحات، وما شفناش التشكيله الاساسيه دي بتلعب مع بعضها بشكل كبير جدا عدد دقائق لعب قبل البطوله. وده علشان حاجه واحده بس، ايه هي؟ علشان يدي فترات راحه واستعداد للفترة اللي كلها ضغط مباريات اللي هيقابلها النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي لعب 3 مباريات بفاصل زمني 3 أيام، وبعدين بيدخل بطولة بكرة فاصل زمني يومين بما فيهم يوم سفر، وكمان مرشح ان هو يلعب بعد 3 أيام المباراة النهائية أو ثالث ورابع. هنشوف بقى إن شاء الله، ونتمنى إنها تكون المباراة النهائية، وبإذن الله نحقق السوبر المصري إن شاء الله للمرة ال14. اللي حابب أفهمه للناس إن أنا راضي جدا عن اللي حاصل في الموسم ده، راضي جدا عن أداء كولر وعن أداء اللعيبة. وكمان بعد هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية، أنا اكتشفت قد إيه كولر أدار الناحية البدنية وموارده البدنية في لعيبته بشكل متميز في بداية الموسم اللي هو هيبقى موسم معجن. خد بالك ان لعيبتك هترجع من كاس السوبر، هينضموا لمنتخب مصر علشان يروحوا يسافروا يلعبوا افريقيا، ويرجعوا يطحنوا تاني في دوري وكاس وكمان مباريات بطولة افريقيا. النادي الاهلي لعيبته بتستنزف بدنيا، حرفيا لعيبة النادي الاهلي بتستنزف بشكل فوق الوصف. ما بياخدوش فترات راحة كفاية، في تعنت واضح جدا في ضغط مباريات النادي الأهلي. مفهوم جدا انك عايز تخلص مسابقاتك في مواعيد معينة وكل الكلام ده، ولكن انت بتقتل الناس حرفيا. وانت لازم تلاقي لك حل، لازم تخفض عدد فرق الدوري علشان فرق الدوري تبقى كلها أقوياء، وعشان عدد فرق الدوري لما يقل كل فرقك هيبقى عندها فترات راحة محترمة، هتبقى قادرة تلعب بفواصل زمنية محترمة، هتبقى قادرة تعمل فترات إعداد بشكل محترم، هيبقوا قادرين يعملوا استشفاء بشكل محترم. المدربين نفسهم هيبقوا قادرين ياخدوا دورات وتطوير لنفسهم بشكل كبير. مش حابب أزود قوي في الموضوع ده، ولكن خلونا نختم بان احنا ندعي لاهل غزة، اللهم يعني كن عونا لاهل غزة. آواكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله. سامحونا، ربنا يغفر لنا تقصيرنا، ويا رب يا رب يرزقنا صلاة في الأقصى أو شهادة على أعتابه بإذن الله.